اتقدم لي عريس من كام شهر وحصل توافق وقرينا فاتحة. ولكن بعدها لما طلبت منه نعمل خطوبة وناخد خطوات رسمي أكتر، قال لي هو في مشاكل أنا حاسسها، بس أنا ما عرفتهاش. هي بتقول البنت أنا ما عرفتهاش، حاولت أفهم منه، رفض يتكلم فيها أو يوضح. وعلى أثرها قطع الاتصال. يعني هو اتقدم لها عريس، تمام، اتعرفوا على بعض، طب يلا خطوبة، اختفى وقال لها في مشاكل واختفى. على أثرها قطع الاتصال واختفى بدون إنهاء للموضوع بشكل صريح معايا أو مع أهلي. وبقاله شهرين مش بيكلمني ولا بيبعت لي، وأنا برضو ما بكلموش. حاليا متقدم لي حد تاني والمفروض أقابله. هل كده عليا إثم بسبب الفاتحة اللي قريناها؟ لا، الفاتحة ليست عهدا. الفاتحة هي خطوة من خطوات الخطوبة، فيها شيء من القبول. ولو تمت الخطوبة يبقى اسمها الخطوبة خطوة أعلى شوية، اسمها وعد بالزواج. وبالتالي انتوا اصلا ما فيش بينكم اتفاق نظرا لهروب هذا الشخص دون ان يتكلم مع حضرتك، وعدم انهائه للموضوع بشكل يليق لا بي ولا بيكي ولا باي حد المفروض كان يعني يحترم من البيت اللي دخله. وبالتالي يا ايتها الانسانه المؤدبه المتربيه الاصيله، يلي مش عايزه تاخدي خطوه احتراما لانسان غاب من شهرين وما بيتصلش بيكي، ايه الوفاء ده؟ ايه التربيه دي؟ سلمي لنا على ابوكي وامك اللي ربوكي على الاصل والتزام الكلمه. وانك انت ما دام اديتي كلمه يا ست الستات، بدل ما عايز اقول لك ب 100 راجل، لا والله يعني دي حاجه يعني ما تتوصفش يعني. ف لا، ربنا يكرمك، اقعدي مع العريس الجديد، والموضوع اللي فات اتقفل من زمان، وصديقنا الكريم توكل على الله. فربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكي ويكتب لك التيسير ان شاء الله، وبيطمنينا كده و... وندعي لك بالتيسير.